السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا النهارده في احسن صحه واحسن حال يا رب. هنعمل مع بعض النهارده حته دين وصفه، يعني ريحتها بتقلب البيت، وصدقيني هتتخطف كده من على الطبليه او على الترابيزه او من على السفره. وطبق شيك قوي قوي، ينفع تستفيدي منه في العزومات كطبق جانبي بدل السمبوسه، او تعمليه لو عندك اكل بايت ومش ليكوا نفس ليه قوي، يعني مزمزقين كده، فتحيي بيه الاكله البايته. تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ومحضرين ايه معانا؟ بسطرمه مقطعينها كده قطع صغيره، معانا جبنه رومي، معانا فلفل رومي على حامي، براحتك، عايز تحطي الوان مفيش مشكله. وكمان في معانا جبنه براميلي. هاخد بقى لفه الجلاش بتاعتي، هقسمها بالعرض كده نصين، وهاخد نص احطه فوق النص التاني. دي اول حاجه. تاني حاجه بقى، انا كده عندي ايه؟ لفه الجلاش كلها فوق بعض، عباره عن انصاص. هاخد السمنه على زيت كده اسيحهم، وهدهن الورقه زي ما دهنت كده قدامكم، وهقلبها تلزق في اختها او في الورقه اللي تحتيها. وبعدين هيبقوا كده بقى طبقتين اهو لازقين في بعض بالسمنه. هاخد بقى شويه من البسطرمه على شريحة كده، او يعني هي شريحة بس مقسومة نصين من الجبنة الرومي، على شوية من الطماطم المكعبات والفلفل بقى الاخضر او الرومي او الحامي، وكمان جبنة براميلي. هاخد الجنب بالطول بقى كده، اقفل الجنبين على الحشوة بتاعتي، وهلف بقى رول، وهاجي في اخر حتة ادهنها بالفرشة كده دهنة زيت على سمنة، علشان تبقى زي لزق كده الورق بتاعي، ولا يفتح ولا يفك ولا يتبهدل معايا خالص. هكمل كل اللفة بتاعتي بنفس الطريقة. خلاص كده خلصت. وبعدين هدهن الصاج بتاعي برضو بالفرشة كده دهنة زيت على سمنة. هرص كل الرولات بتاعتي، هجيب شوية صغيرين خالص، يعني حاجة لا تذكر، ربع كوباية او بق صغنن كده من الحليب، هحطه على اخر معلقة متبقية معايا من السمنة اللي متسيحة على زيت دي، ومن غير ولا بيض ولا ملح ولا فلفل. الحشوة بتاعتي ما احطش فيها، الحشوة دي بالذات ما تحطيش فيها زيتون، لان كل الحاجات اللي فيها نسبة ملوحة، البسطرمة والجبنة الرومي والجبنة البراميلي، يعني لو حطيتي زيتون هتبقى الملح زايد قوي، فنستغنى عن الزيتون. طب ممكن نحط ايه؟ ممكن نشيل الجبنة الرومي والبراميلي ونحط مع البسطرمة جبنة قريش، برضو هتبقى تحفة. دهنت بقى شوية اللبن بالزيت بالسمنة اهو على وش الرولات بتاعتي، دخلتها الفرن. بصوا الجمال، لونها تحفة خطير، وريحتها قلب البيت، ويعني بتتخطف خطف. صدقيني اعمليها وهتعجبك قوي قوي قوي. هنسلكها كده، ممكن يكون اللبن بتاعنا يعني خلاها لازقه سيكه في الصاج، هنسلكها كده بالراحه، مش عايزين نبهدلها. هرصها بقى في الطبق بتاعي. عايزه ترشي عليه رشه خضره مفيش مشكله، هتحمري شويه بطاطس كمان، تظبطي بقى الاكله بتاعتك او الضيوف او وصدقيني هتعجبهم. هي خطيره، هي خطيره جدا، هشه ومقرمشه من بره وطريه من جوه، والجبنه الرومي ساحت وكمان بتمط، ولا موتزاريلا بقى ولا اي حاجه. بصوا الجمال، بألف هنا عليكم يا رب. اعملوها، هتجربوها، هتحبوها قوي قوي، وان شاء الله هتدعولي.